نروح بقى لاخر دواء معانا وهو الميناكريست، وده عباره عن افلام بتتحط على اللسان وبتحتوي على ماده الميلاتونين. وللي ما يعرفش فالماده دي بتنظم دورات الليل والنهار او دورات النوم والاستيقاظ. والضلمه هي اللي بتسبب انتاج كميات اكبر من الميلاتونين واللي بيخلي الجسم يستعد للنوم. اما النور فبيقلل من انتاج الميلاتونين وبيخلي الجسم يستعد للاستيقاظ. وخد بالك ان الميناكريست بينزل بتركيزين، هما الواحد ونص مللي جرام والتلاتة مللي جرام. بالنسبه لدواعي الاستعمال الخاصه بالميناكريست، فهو بيستخدم لعلاج مشاكل النوم والارق، وبيعمل على تحسين اضطرابات النوم بايقاع الساعه البيولوجيه، وكمان بيساعد في تحسين اعراض انسحاب الادويه المنومه زي عائله البنزودايزيبينز عند كبار السن اللي بيعانوا من الارق. طيب يا دكتور، ايه هي الاثار الجانبيه الخاصه بالميناكريست او ايه هي اضراره؟ ماده الميلاتونين تعتبر امان جدا حتى مع استخدامها لفترات طويله، ومع ذلك ممكن تسبب بعض الاضرار زي الصداع، الشعور بالاكتئاب على المدى القصير، النعاس خلال النهار، الدوخه، تشنجات المعده والتهيج. وخد بالك انك ما تسوقش العربيه او تستخدم الات حاده لمده 4 الى 5 ساعات بعد اخذ الميناكريست. مين بقى الناس الممنوعه من استعمال الميناكريست او ايه هي موانع استعماله؟ اول حاجه في حاله وجود اضطرابات في النزيف لان ماده الميلاتونين بتزود من موضوع النزيف. كمان في حاله وجود اكتئاب يفضل برضه عدم استعماله لانه بيزود من اعراضه. وبرضه يفضل تجنب وصفه للحوامل والمرضعات لانه حتى الان ما نعرفش تاثيراته في الحمل والرضاعه. كمان في حاله وجود صرع وبياخد ادويه ليه فيفضل برضه عدم استعمال الميلاتونين. وكمان مرضى الضغط المرتفع اللي بيستخدموا ادويه لضغط الدم لان الميلاتونين ممكن يتداخل مع الادويه دي ويسوء من الاعراض. واخر حاجه المرضى اللي زارعين عضو في جسمهم لان الميلاتونين ممكن يتداخل مع الادويه المثبطه للمناعه اللي الناس دي بتاخدها. طيب ايه هي جرعه المياكريست او طريقه استعماله؟ الجرعه بتكون فيلم على اللسان بتركيز 1.5 الى 3 مللي جرام يوميا قبل النوم. ويعتبر الميلاكريست هو الامن فيهم هما الثلاثه، يعني يعتبر امن من الدورميتال كمان امن من النايت كالم. والميلاكريست يعتبر ليه بدائل كتيره بنفس الماده الفعاله زي الدوزوفا ميلاتونين، والميلاتونين بتاع شركه ناترال، والميلاتونين بتاع شركه ناو، واخر حاجه الفي ميلاتونين. وخد بالك ان معظم الشركات دي بتنزل الميلاتونين بتركيز 5 مللي جرام، وخد بالك من التركيزات قبل ما تاخد اي واحد فيهم.